مش هينفع والله. مش هينفع. مش هينفع. انت كده يلا يا باشا صورها يا باشا. العب يا باشا صور. العب يا باشا. لا لا مش هينفع والله. مش هينفع. مش هينفع والله. مش هينفع. البس يا باشا. سمعنا يا طب عم. ايه ده التيشيرت يا مصطفى؟ سمعنا يا عم الحدوت. يلا مش هينفع والله. البس والله ما ينفع. البس يا باشا. بس كده. مش تشجع الزمالك شجع يا يا باشا. عم مش جاي اشجع حاجه اتفرج. والله جامده عليك يلا. جامده. يلا يا تيشيرت العمر الابيض. لا لا هات التيشيرت. يلا يا باشا. هات التيشيرت ده معايا برضه خليه معايا لا يا خليه يا شباب. باشا وربنا ما هتجيبه. والله ما هتجيبه. بفرض والله. معلش يا تبرات. هات ما في باب مفتوح. يا باشا انا هقفلهم يا باشا. يلا يا باشا اهو. يا عم ايه ده؟ هو التيشيرت شكله حلو. طبعا شكله حلو. والله جامد عليك يا عم. ده بيحلل وحش يلا. التيشيرت ده بيحلل وحش. طب سيب التيشيرت ده. يا جدعان والله العظيم ملبسيني التيشيرت عافيه اقسم بالله يا باشا ملبسيني التيشيرت ده عافيه. معلش. ينفع كده يلبسوني؟ انا مش اهلاوي انا مش زملكاوي يا حاج. لبسوني التيشيرت عافيه والله. لا والله يا حاج. وشك حلو علينا والله؟ والله. طب انت جاي منين؟ انا جاي من عين شمس. بجد والله؟ احنا من مطريه من جنبك يا حاج. طب يلبسوني اخويا. قبل اخويا عايش يا عم حسن. لا ما اقدرش. تعوض وان شاء الله النبره الجايه نلبس احنا احضر معاك ونبقى. حبيبي يا حاج. اقول لك على حاجه. الاهلي هيطلع الثاني. سموحه هيتعادل مع بيراميدز. ان شاء خد الله. الكلام ده مني والاهلي شفت الماتش قبل كده؟ افهم. اسمع اللي بقول لك واحساسي انا واثق فيك يا حاج. والله انا بقول لك الاهلي هيبقى الثاني وسموحه هيتعادل مع بيراميدز. حاج الزمالك شكله هيكسب عشان خاطرك ان النهارده. شاء الله. ما انا المغلوبه اللي فاتت روحت معيط. روحت ليه؟ والله العظيم. بجد والله؟ ليه كده؟ عامل ايه ما هو لا ان شاء الله. اقول لك ان شاء الله تكسبوا ولا ايه؟ ان شاء الله يا حاج ما تروحش زعلان. لا ان شاء الله نكسب. ايوه عادي. احنا جايين نتبسط وان شاء الله نخش تقعد. انت تقعد كده يا حاج فوقيك. انت زملكاوي من زمان. يعني انت متعود. متعود. ومش هنخسر في اول 10 دقايق نخسر في الدقيقه 90. عشان تبقى حسره. عشان تبقى حسره. استنى شويه. عشان تبقى حسره. ايه الاحباط ده ماشي يا حاج. يا حاج والله صحتك بالدنيا كلها والله العظيم. انت اهم حاجه. ابويا زي كده اهو مكبر دماغه عايزك تكبر دماغك. هو عامل فيها بتكبر دماغه. عندي 62 سنه ما شاء الله ربنا يديك الصحه. طب وانت حاج بتشجع من امتى؟ يا من ايام فاروق جعفر. طب ما انت وحسن شحاته وسعيد الجداي واحمد عبد الحليم. يعني ما فيش يعني ما كل ايه الجديد؟ ايه الجديد يا حاج؟ الجديد ان احنا لينا حاجه لوحدينا. اي حاجه تتوقعها مع الزمالك. بس كده. واي حاجه ما تتوقعهاش برضه. ما تتوقعهاش. ان شاء الله يا حاج. ان شاء الله ربنا يفرحك كمان وكمان. وان شاء الله هقول لك بقى للاسف يا حاج هضطر اقول لك ان شاء الله تكسبوا عشان خاطرك وعشان خاطر ابويا وعشان خاطر ابويا. لا المقصوره احسن. يعني احنا دلوقتي الحمد لله وصلنا المقصوره. دكتور احمد سيد يا دكتوره عادي ان انا البس التيشيرت ده؟ عادي يا ابني انت زملكاوي اساسا. والله ما بهزر. اي حد بيتخلق بيبقى زملكاوي. ليه بقى؟ عشان احنا مش واخدين على النعيم. مش واخدين ايه؟ مش واخدين على النعيم. النعيم في الجنه. الناس كلها بتصور مع العندليب. مش عبد الحليم حافظ لا عبد الحليم علي. المقصوره كلها مليانه مشاهير. لا انا عارف اخد نفسي ولا كابتن عبد الحليم عارف ياخد نفسي ولا اي حد. انا صايم مش قادر. صايم والله ما قادر. هي الطياره هتيجي منين؟ الطياره هتيجي من انهي حته؟ عايز اعرف. الفرقه دي هتجيب لي القلب. اللي كده. ايوه مراتي قالت لي لو النهارده ما خدتوش الدوري وجيت قالب وشك انا طالبه الطلاق. انت عمال تشوف الناس عمال تقول ده انا جالي اكتئاب بحاول اعمل اي حاجه جديده. طب وانت لوحدك اخواتك كتير قوي هنا. بس انتوا دخلت من باب تاني؟ لا احنا بنيجي على طول. انتوا الجديد اول مره اشوفكم ايوه خلاص انت بتتفاهم. اخواتي واول مره اشوفكم النهارده فده حاجه جديده. دول عشره قديمه دي حاجه حلوه دي. ربنا يجعل وشنا. عارف ان انا ما انا عارف. انا راجل زملكاوي اصيل. زملكاوي. يا جدعان الناس اللي لابسين التيشيرت عافيه هم. الناس دول اللي لابسين التيشيرت عافيه. طلع بره يا جدعان اجيب لي حاجه كلها هوفطرها عشان خاطر انا صايم. صلاه المغرب ان شاء الله الناس كلها بتصلي. مش عارف بقى بيصلوا عشان خاطر الماتش لسه ما بدأش ولا. خش اصلي.
تقريبا كده المدرج كله عمل زي كلهم جايين بدعوات. بصوا احنا اليومين دول ايام مفترجه، فالدعوه هتتقبل يعني ما تخافوش. دي دخلة الزمالك النهارده يا جدعان. دخلة الزمالك اهي مكتوب لاخر نفس، يعني اخر نفس مع الزمالك ولا مع الدوري مش عارف. واحدة عشان عمالة تقول لي اهلاوي اهلاوي لحد ما تخليني اخد علقه بس انا خلاص معايا اثباتي، الحمد لله. الشغل ده يا عم. طب وهنا في ايه؟ اصور اهو. لا ما صوركوش انت، اكيد لا. مفيش حاجه فيها شوكولاته؟ ده فطار يا جدعان، ده فطار. والله يا جدعان الهتاف ده بيوجع لي قلبي. يعني ايه لا اهلي ولا اسيوط يعني؟ يا لهوي لا على الكوره دي، الهتاف ده بيوجع لي قلبي والله. جايبك في الدنيا والله. يعني ايه لا اهلي ولا اسيوط يعني؟ فين الاسماعيلي بجد؟ اقسم بالله، اقسم بعز جلاله الله اسوأ حاجه في الدنيا ده الاسماعيلي. ده ما كانش فيه كوره في مصر غير في الاسماعيلي. حسبي الله ونعم الوكيل. الدقيقة دلوقتي 38 بس تقريبا كل الناس اللي في المدرج وكل الناس اللي في الاستاد وكل الناس اللي في البيت عارفة ان اكيد الماتش مش هيخلص كده. اكيد. وخلي بالك عشان اهلاوي. واحد من جمهور الزمالك ورا بيقول انا مش عايز حد يسلم هنا، فالناس بتساله بتقول له انت مش ليه بتقول كده؟ قال لهم عشان كتر السلام بيقلل المعرفة. نفسي اصور كوره بقى تيجي. ايه ده خلاص لا ما فيهاش حاجه يا كابتن، خلي بالك. ايه طب اعمل ايه؟ اصورك برج العرب. لا انا بسن تيشيرت عافيه. واخر مره صورت في هنا بس انا كنت معاكم. انا عشان ابويا عشان الحاج زملكاوي قوي واخواتي الثلاثه دول زملكاويه. اهم حاجه ان انت موجود لا احنا في الدوري قدام. والله العظيم عايز كده اخدوه بره. انت واهل البدريه كلهم احسن ناس. متأكد من اخر الفرحه دي؟ يا رب. من الاخر يا جدعان بس انا فهمت اللي فيه. انا بصراحه مش متعصب كوره. ليه؟ لان انا كنت بلعب كوره وكده وكان نفسي العب في اي نادي من الانديه الجامده، فعشان كده مش متعصب كوره. ثانيا الصراحه الكوره بقت زباله، الكوره في مصر بقت زباله. فانا بالنسبه لي دلوقتي الزمالك يستحق ياخد الدوري وبرده ما عندوش حد وبتاع ويستاهل. الاهلي كده يستاهل ان هو ما ياخدش حاجه. ليه؟ لان بعد المصاريف دي كلها ما ينفعش ما يحصل فيك كده، فانت تستاهل. ثانيا بقى ابويا والناس الكبيره اللي عندها في البيت كله زملكاويه، فعادي بقى يفرحوا بقى، حاجه من بر الوالدين. انا اعتبرتها كده. بس تقريبا 3-4 دقايق ماشي عادي ولا يهمك. الدنيا ماشيه ازاي مع الناس دي؟ خدت الدوري خلاص. انا اهلاوي بقى، خلي بالك انا اهلاوي. تعال انا اهلاوي. عايز تقول ايه؟ انا اهلاوي. خلي بالك. انت اهلاوي برضه؟ انت اهلاوي؟ انا اهلاوي. فين؟ انت اهلاوي زيي ما تحورش. اهلاوي؟ بس انا لابس، انا اللي يشيلني، انما انت لا. لابسين التيشيرت اهلاوي؟ ايه ده بجد والله؟ اخويا تعالى، انت اللي جابكوا ايه؟ بنحاول دايما مع اصحاب. احنا جايين عشان نشوف الطياره بس. بالظبط انا جاي اشوف الطياره خلاص. وده ده هيعيط. لا بص هم ما يضحكش على بعض، هم يستاهلوا. انا جاي اشوف. تمام؟ والله يستاهلوا، ما يضحكش على بعض. الو ايه؟ الطياره وصلت لحد فين دلوقتي؟ انا في الملعب نزلها لي. ايوه يا عم خليها تنزل دلوقتي خلاص، عشان خاطر عمالين يزعقوا دلوقتي، عمالين يشجعوا.
وعمال يشتموا دلوقتي اهو. نزل الطياره دلوقتي، خلينا نخلص. خلاص يا عم احنا هنديلهم الدوري وخلاص. هنعمل ايه؟ الزملكاويه غلابه برضه، ولا كونفدراليه ولا دوري، نديهم الدوري. يلا انا مستنيك اهو. خليها تنزل، شيل الخطين الحمر اللي عليها عشان خاطر ما يفتكروش ان هي عليها علم الزمالك. يلا انا مستنيك اهو. نزلها في النص هنا ماشي. خلاص قلت للجمهور كله خلاص. والله الاثنين دول اخوات، اول مره يتفقوا على حاجه، اول مره في حاجه. ماسكين الدوري عشان ما يتوسخش. تعالى هنا مصر والقلب، هنا روحك ترجع. جامد الصراحه، اجواء حلوه والله. الدوري فين؟ مع السلامه مع السلامه مع السلامه مع السلامه يا غاليه. ألف مبروك ألف مبروك يا رجالة، ألف مبروك. ماشي يا رجالة، ماشي. ألف مبروك أوي. إياك أشوفكم ماتش هنا تاني، أنا بعرفكم. إياك أشوفكم ماتش هنا تاني. يا رجالة، ألف مبروك يا رجالة، ألف مبروك يا رجالة، ألف مبروك يا باشا. شكلك أهلاوي زيي. زملكاوي؟ ليه كده؟ معرفتش اعجز فجيت مع دول. هاتوا خلاص يا عم اهو. هاتوا يا عم اعمل ايه يا راجل؟ الاجواء هنا جامده يا جدعان، الاجواء هنا جامده الصراحه. تقريبا كل اللي بتوع اليوتيوب زملكاويه، كل بتوع اليوتيوب زملكاويه كل بتوع اليوتيوب زملكاويه. لا فيديو عادي، اصل انا اهلاوي. شكلك اهلاوي باين عليا. اهلاوي بجد على فكره، بس جاي اقف معاكم. عاملين نفسهم بيلعبوا بلاي ستيشن. عاملين نفسهم بيلعبوا بلاي ستيشن. سمعنا يا عم العيوطة والوايد نايت، هيولع نار هيولع نار في أرضكم. سمعنا يا عم العيوطة ايوه والله والوايد نايت، هيولع نار هيولع نار في أرضكم. سيبوا اللعبة. واحد في المحل. يلا لا يلا خدت الزلمه وخلاص امانه. ايوه يا احمد، خدت الزلمه. يلا والله يلا يا بلال. عصر عليك يا يا جدعان، انا عندنا واحد صاحبنا اهلاوي يستاهل. ده قفل المحل، عمره ما قفل في الوقت ده. يلا عند محل. يلا يا اهلي افريقيا، يا اهلي افريقيا. اخوك كبير. لا ادي له حدوته هتولع نار هتولع في أرضكم. اسمع يا زمالك، ماشي هنا. جينا تاني نقولها تاني، جينا تاني نقول لكم. سمعنا الصورة الحاج مصطفى فواز اللي هياخد مني نقطة هعمل له تعظيم سلام. الحمد لله اليوم خلص على خير. ألف مبروك لإخواتنا الزملكاوية، وهارد لك لإخواتنا الأهلاوية.
تمام. اهم حاجه يا جدعان عايز اقول لكم على حاجه، مفيش حاجه اسمها احنا خدنا 15 دوري واحنا خدنا 45 دوري. كل دوري بدوري بنلعب كوره او بنتفرج على كوره عشان خاطر المنافسه، فلازم يكون في منافسه. اي حد هياخد الدنيا ويمشي لوحده مش تبقى حلوه. احسن دوري في العالم الدوري الانجليزي عشان خاطر في منافسه. احنا مشكلتنا كاهلاويه وزملكاويه مش عايزين الفرق المنافسه تكسب عشان خاطر بس بنسف على بعض كتير، احنا بنفشخ بعض سف. اي حد بقى سواء اهلاوي ما يفضلش يقول 45. انت راجل كبير وعقلاني، ما ينفعش تقعد تقول انا عندي 45 دوري. احنا فراعنه وعندنا حضاره 7000 سنه وعندنا ذهب تحت الارض اكتر من اللي فوق الارض. مش غنينا. يعني احنا مش عايشين على الذهب بتاعنا طول حياتنا، تمام. مش لاقيين ناكل كلنا، باينه قوي، تمام. ف هارد لك كويس ان احنا عرفنا غلطاتنا ايه، وعرفنا ان مش كتر اللعيبه ومش كتر الفلوس. الفلوس ما بتعملش كل حاجه اهو. ما فيش افريقيا السنه الجايه، فان شاء الله على خير. واهم حاجه ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لي وتكتبوا لي الكومنتات. انا عايز اشوف كومنتاتكم، اللي يشوف الفيديو يشوف كومنتاته. سلام.